سؤال بس معلش لكابتن محمود الخطيب، هو وبعدين طيب؟ كولر ده خلاص هيفضل ماسكنا عافية يعني؟ هي عافية يعني مش فاهم. الراجل بيقول لك أنا فاقد الشغف. أنا فاقد الشغف يا جدع، أنا مش عايز أدرب. دوري إيه بس ودوري أبطال أفريقيا إيه؟ مش عايز أنا أدرب في الحاجات دي. وديني بقى كأس عالم للأندية ووديني بقى كأس عالم للمنتخبات. مش عايز أنا أدرب في الفرقة في البطولات التعبانة بتاعتكم دي. وجيبوا مدرب تاني يمسك الفرقة وبعد كده أنا أبقى أمسكها في كأس العالم للأندية. هتفضل بقى سايبه لنا لغايه كاس العالم للانديه؟ ما اللي انت فيه ده كله بسبب القرارات بتاعتكم. انسحاب من ماتش القمه، ادي 6 نقط. وبتتعادل مع بيراميدز رايح جاي باين. ادي اتنين هنا واتنين هنا، ده 4 نقط. كان زمانك كسبان الدوري دلوقتي. انت حرفيا اللي اديت الدوري لبيراميدز. وهو هتفتكر ان بيراميدز هيخسر ولا حاجه في بقيه الدوريات؟ هو الله تعالى اعلى واعلم طبعا. بس انت يعني بتقول اللي انت من اللي انت شايفه. من اللي بيحصل بيراميدز هيكسب كل ماتشاته هياخد الدوري. ده انت عندك ماتش سان داونز بالمدرب ده. انت مستني تطلع بفضيحه مثلا 7-0 ولا 8-0 من سان داونز عشان تقول لا كفايه بقى كده بقى. كفايه بقى. وبعدين يعني انا مش فاهم. احنا هنفضل مع المدرب ده لغايه امتى؟ ما كفايه بقى يا جدعان، بقى كفايه بقى، فوقوا بقى.